أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. فتحت معاكم امبارح ملف من أخطر الملفات المطروحة على الساحة السياسية الآن، وهو الملف المتعلق بظاهرة البلطجة. ظاهرة البلطجة وانتشار العنف في وقت نحن أحوج ما نكون فيه لبعضنا، في وقت أحوج ما نكون فيه تكون في إيدينا في إيدين بعض. وكأن المحرضين على هذا العنف وهذه الظاهرة يتعمدون إسقاط الدولة وهدم مؤسساتها. الموضوع كمان تعدى هذه الحدود إلى مرحلة أخطر بكتير جدا، وإن هم بيحاولوا كمان إن هم يهدموا أواصر المحبة ما بيننا كمصريين عن طريق تشكيك كل واحد مننا في الآخر. نبص نلاقي أحداث بتحصل، أحداث عنف، الواحد ما بقاش يعني في مأمن على نفسه ولا على أهل بيته، بيمشي في الشارع خايف، في وضح النهار ممكن يتعرض للسلب أو النهب أو حتى الإيذاء البدني. بعض الناس بيتهموا الشرطة إن هم وراء الأحداث دي، وناس آخرون بيتهموا الإسلاميين بإن هم وراء ده، وناس تالتين بيقول لك ده الفلول اللي وراء ده. إحنا في النهاية أمام ظاهرة تستحق الوقوف أمامها ومناقشتها، وهي ظاهرة البلطجة. وبالتالي أنا أول ما فكرت إن أنا أتكلم في موضوع البلطجة كنت حريص جدا جدا إن كل جانب من جوانب هذه القضية يكون ممثل في هذا البرنامج. وبالتالي إحنا امبارح كان معانا سيادة اللواء عبد اللطيف البديني اللي هو مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني عشان يكلمنا عن جانب الشرطة، وكان معانا الأستاذ صابر شاكر مدير تحرير أخبار اليوم بيكلمنا عن الجانب المتعلق بالتحقيقات اللي هو ممكن بيتعرض ليها من خلال عمله. وفي النهاية النهارده طبعا اللقاء اللي بيسعدني أنا شخصيا، لأن أنا حاسس النهارده في الحلقة دي إن إحنا يعني بنقدم نموذج للديمقراطية، بنقدم نموذج لان احنا ما فيش حاجه اسمها تعتيم، وان كان في تعتيم فممكن يكون من البعض وليس من الكل. عشان ما اطولش عليكم النهارده بنكمل المناقشه حول ظاهره البلطجه وانتشار العنف في مصر. احب بس اقدم ضيوفي اللي مشرفين النهارده في الاستوديو. معانا الرجل الذي اكتسح في الانتخابات البرلمانية الماضية في منطقة بولاق والعمرانية والطلبية، سيادة النائب جمال العشري، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. معانا برضو رجل قيمة كبيرة جدا ورجل له باع طويل في الاستجوابات وفي نصرة الحق برضو، وبرضو كان اقولها لكم بالبلدي كده ملطوط من النظام السابق وواجه كتير من المشكلات في سبيل نصرة الحق، وفي سبيل برضو ان هو يعني لا عايز عنف ولا عايز حاجه، بس احنا عايزين كلنا استقرار البلد دي. معانا الاستاذ ناجي الشهابي، عضو مجلس الشورى رئيس حزب الجيل الديمقراطي. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ سياده النائب جمال العشري، انا عايز بس يعني انا في اسئله طرحتها امبارح على ضيوفي، وانا للاسف في بعض الاسئله هكررها النهارده تاني لسبب، لان انا يهمني جدا ويهم الساده المشاهدين التعرف على رؤيه حزب الحريه والعداله لتلك الظاهره ولاسبابها ودوافعها في الوقت اللي اللي بنعتبر ان هو قبيل الانتخابات البرلمانيه القادمه. الناس عايزه تعرف رؤيه الحزب ده ايه ورؤيه الاخوان ايه، والناس اللي احنا بنسمعهم بيشككوا في الاخوان وهكذا. السؤال بوضوح، رؤيتك لظاهره البلطجه في مصر الان. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بشكر حضرتك على هذه الاستضافه وبشكر الساده المستمعين. اولا انا عايز اقول لحضرتك ان ظاهره البلطجه ليست وليده اللحظه ولا وليده الثوره، ولكنها موجوده منذ زمن بعيد، وكان هناك نظام سابق بيرعاها وبيستخدمها اينما شاء وقت ما يشاء. اسسوا البلطجيه وربوهم وكبروهم وكانوا بيشتغلوا معاهم عشان يزوروا لهم انتخابات عشان ينفذوا لهم الحاجات اللي هم عايزينها. فبعد كده بقت ظاهره خطيره وحلولها بقت صعبه في هذا المجتمع. للاسف الشديد الثوره والنظام الجديد ورث
هذا الارث الثقيل وهذه اعمال العنف. والان بيتم العمل على المحاولة على القضاء على هذه الظاهرة ومحاولة يعني احتوائها والقضاء عليها بأساليب كتيرة المفروض تتم في المرحلة اللي جاية. لكن طبعا احنا لسه في بداية نظام حكم جديد، لم يعني تتضح معالمه بعد، لا لم يأخذ الفرصة بعد، لسه الوقت في أوله. لسه يعني قدامنا وقت، لان دي ظاهره مش قليله. يعني احنا بعض الدراسات بتقول ان هم من 300 الى 400 الف بلطجي في المحافظات. ويا فندم كان في تقرير امبارح اول امبارح منشور في جريده الاهرام بيقول ان في تقريبا ما يقرب من 10 مليون قضيه بلطجه منظوره امام المحاكم الان، وحوالي 93 الف مسجل خطر بره السجون. ده اخر تقرير. انا بقول لحضرتك من 300 ل 400 الف بلطجي. ما هو البلطجي الواحد ليه 20 قضيه. اكيد طبعا. انت بتلاقي المسجل ده كل شهرين له قضايا مسجله، فلما تيجي تعد القضايا ما حسب القضايا غير القضايا هو لا. لكن القضيه عايزه تحرك تشريعي اولا. واحنا بالمناسبه معانا الاستاذ ناجي الشهابي عضو مجلس الشورى، طبعا يعني انا بقول له يعني شدوا حيلكم، لان الشعب المصري عايز يشعر بالامان، عايز يشعر بجو من الهدوء، ان دي مش طبيعه المجتمع المصري. احنا بنتكلم على 300 400 الف، الشعب المصري 90 مليون، يعني هي نسبه ضئيله لكن هي صوتها عالي دلوقتي. هي في حاله الانفلات الامني اللي احنا فيه واضحه ومستشريه في المجتمع. لكن انا شايف الحقيقه ان الشرطه دورها بدا يتعافى من مده، وبدا فعلا يتم احتواء هذه العمليات بصوره افضل. لكن اللي جاي ان شاء الله هيكون افضل. وفي نفس الوقت لابد من التشريع، يعني لابد من عشان نحتوي هذه الظاهره السيئه لابد من تشريع يقضي على هذه البلطجه ويقاومها. احنا النهارده مجرد ما سمعنا ان مجلس الشورى هيناقش قانون التظاهر وتنظيم التظاهر، القانون الموجود في كل الدنيا، لقينا يقول لك لا ده عايزين يمنعوا التظاهر. انا بقول لا هو كان الاعتراض الوحيد، معلش الاعتراض الوحيد على قانون التظاهر، يعني لازم برضو اعبر عن راي المشاهد اللي بيشوفني. الاعتراض الوحيد على قانون التظاهر كان مساله ان انا اخطر الداخليه بان انا عايز اتظاهر. في برضو معلش جزئيه صغيره كده بند من البنود كده او ماده من المواد في القانون ده اللي هي برضو ايه امامها بعض علامات الاستفهام، وهو تحديد منطقه التظاهر، ان تقريبا مش عارف لا تتعدى 500 متر امام مثلا الاصول الرئاسيه والكلام ده. يا فندم احنا دلوقتي مش هنعمل قانون تظاهر بدعة من البدع، ولسنا احنا اللي هنصنع العجلة. تمام. احنا في دول متقدمة ودول حضارية محيطة في العالم كله. احنا بنقول يعني المفروض ان هذا القانون يتواكب مع احدث النظم الديمقراطية في تنظيم التظاهر، مع انجلترا، مع اسبانيا، مع فرنسا، مع امريكا. احنا نشوف، ومجلس الشورى طبعا فيه باحثين وفي ناس فقهاء دستوريين وقانونيين وسياسيين، يشوفوا لنا احدث النظم في العالم اللي هي بتنظم هذا التظاهر بطريقه ديمقراطيه وبطريقه حضاريه تحافظ على حق المتظاهر. الدستور بيحفظ حق التظاهر وبيحفظ حق الاعتصام وبيحفظ حق المواطن في كل شيء وفي حقه وفي حريه التعبير وغيره وغيره. لكن لابد ان يكون لها اطار، ليست عشوائيه. انا عايز اقول لحضرتك يعني اللي بيعترض، يعني هل قطع الطريق تظاهر؟ الاعتداء على مؤسسات الدولة تظاهر؟ لا. الونش اللي رايح يقلع الباب بتاع قصر الاتحادية ده تظاهر؟ لا. ما احنا عايزين نفرق بين التظاهر وبين البلطجة. انت حضرتك بدأ اللقاء بتقول كم عن البلطجة. احنا النهارده لما بشرع واقول حق التظاهر ان الرجل المسيس، الرجل الذي ينتمي الى تيار سياسي، من حقه يقول لا ويرفع صوته ويقف في كل حتة بما لا يضر النظام العام والاداء. النهارده انا لما بطالب بقانون حق التظاهر لان انا مش عايز البلطجيه تقف وسط المتظاهرين. النهارده في قوى سياسيه بتطلع عايزه تتظاهر من حقها، لكن يندس في هذه القوى السياسيه بلطجيه ولصوص وقطاع طرق ومسجلين. احنا النهارده سامعين ان اتقبض في وسط البلد على اكثر من 50 مسجل كانوا في وسط المتظاهرين. 50 مسجل رايحين يعملوا ايه في وسط؟ هل ده متظاهر؟ يعني المسجل خطر ده اللي لعب عليه. وعشان كده يا فندم معلش انت حضرتك بتقول انت بدات الحلقه بالحديث عن البلطجه وبعدين اللي جاي تتكلم عن قانون التظاهر. ما قانون التظاهر اصلا صدر لمكافحه اعمال الشغب اثناء التظاهرات. دي العلاقه ما بين. لا، ما انا بتكلم ان هناك بعض القوى السياسيه للاسف الشديد بتعارض ان يتعمل قانون تظاهر.
يعني هل نعيش في الهواء الطلق بدون تحديد ونظم ولوائح لحق التظاهر؟ بس هم ما عرضوش قانون التظاهر كمبدا، عرضوا قانون التظاهر في بعض بنوده او بعض يعني انا لما الاقي للاسف الشديد جمعيه عموميه لنادي القضاه بتقول لا قانون التظاهر ده عايز يحكم الناس بالحديد والنار. ايه الكلام ده القضاه اللي بيقولوا كده؟ لا القضاه ما بيقولوش كده. القاضي عايز قدامه قانون يحكم بيه ويتحرك بيه علشان يحقق سياده القانون ويحقق هذا البلد. ما يطلعش من نادي القضاء يقولوا هذا الكلام. استاذ نادي الشهابي، طبعا الاستاذ جمال العشري بدا حديثه بان احنا بنطلب من مجلس الشورى تشريع جديد. بمناسبه موضوع التشريع ده انا عايز اتكلم عن قانون مكافحه البلطجه في مصر. مش عارف يعني في تضارب في الاقوال، ساعات في بعض الناس يقول لك ايه، يقول لك ده احنا ماشيين على قانون العقوبات اللي هو صدر بالقانون رقم 58 سنه 37، وهو بعد كده قال لك ده في تعديل عمل المجلس العسكري تحت رقم 10 لسنه 2011. رجع بعد كده بعض القانونيين او بعض المعارضين قال لك ايه؟ قال لك لا ده التعديل اللي احنا ماشيين عليه دلوقتي اللي هو بتاع اللي عدله المجلس العسكري ورفض سنه 98 ايام النظام السابق وحكم بعدم دستوريته. فهل احنا ماشيين على التعديل ده حتى الان ولا لا؟ الشق الثاني من السؤال، ازاي احنا ماشيين على تعديل رفض او الحكم بعدم دستوريته قبل الثوره؟ اتفضل. لا اولا انا شاكر لك الدعوه الكريمه يعني، وان يكون زميلي الاستاذ جمال يعني ده حاجه ممتازه يعني. هو الحقيقه احنا مش ماشيين على حاجه خالص. للاسف الشديد زي ما قال الاستاذ جمال العشري ان البلطجه قديمه. انا شخصيا في انتخابات 95 في مدينه المحله، هو كان رئيس مكتب امن الدوله في المحله اسمه محمد نجيب، كان عقيد، هو حاليا ماسك مساعد الوزير الادله لمصلحه الاحوال المدنيه. كان يوم الانتخاب الصبح طلع كل المسجلين خطر بالاسام والسجون عشان تهجم على اللجان الانتخابيه سنه 95 وتاخد الاوراق اللي في الصناديق اللي كانت كلها باسمي وترميها في الشارع وكسر الصناديق وتبداوا من جديد. فاستخدام النظام للبلطجه كان بيتم استخدامه فعلا، وهذا الكلام جعل البلطجه لها دوله في مصر. يعني في النهايه بيأدوا خدمات للدوله، يعني ده معارض اطلع احرقوا صناديقه بامر من الدوله، والمسائل بتمشي بهذا الشكل. حاليا يعني حتى هذه اللحظه انا في تصوري ان الحكومه مخطئه خطأ كبير جدا، لان لابد من نستعيد هيبه الدوله المصريه. تمام. ونستعيد تطبيق القانون فورا وبحسمه. لان مساله ان انا اسيب البلطجي يفعل كما يحلو له ويبقى في مناطق محرمه على الغير انه يدخلها ويثير الضرر بين الناس، مين يوافق على الكلام ده؟ لا المواطن يوافق ولا السياسيين المفروض يوافقوا. بس انا سؤال محدد يا فندم، ايه القانون اللي احنا ماشيين عليه النهارده؟ لا مش ماشيين على حاجه. مش ماشيين على حاجه. لا خالص. تمام. ما هو انت يعني احنا لو طبقنا كل العقوبات. تمام. ما هو كل مواد كل العقوبات بتعاقب هؤلاء، ومع ذلك الايدي مرتعشه. من الحكومه الامن بدا يسترد عافيته وبدا يبين ان له انياب، بس الكلام ده المفروض يبقى فيه يعني في اليات اسرع من كده شويه، يكون في اتفاق ما بين الاحزاب السياسيه. للاسف الشديد اللي مخلي الامن بعض الاحيان ايده مرتعشه ان يعني دائما بندي غطاء سياسي لمن يقومون، او بعضهم يصفهم بثوار زي ما قال الاستاذ جمال اللي بيقطع الطريق ده. طب قطع طريق لا يمكن يكون اللي يقطع خط سكه حديد. تمام. ده بيضر المواطن زيه. اللي حدف طوبه على القطر او على منشاه حكوميه، ما دي اموالنا. لازم نفرق. للاسف سيادتك برضه بعد الاعمال دي ما بتتم كله بيتبرأ من الاعمال دي. طب يعني ما هو لا اسلاميين ولا معارضه ولا ثوار ولا اي حد، امال مين اللي عمل ده في الاخر؟ يعني فكله بيتبرأ. ابحث عن الغطاء حضرتك. احنا نغطي المجموعه دي. تمام. احنا محتاجين مصر بعد سنتين من الثوره تقريبا. تمام. الشعب بدا يقول لك يا ريت الثوره ما حصلت. الناس بتوزع كلام نتيجه ايه؟ الضعف اللي موجود. لما يبقى البلطجه هي اللي بتسود. يعني برضه ممكن الكلام بتاع حضرتك ده يكون حصل فعلا، بس ايه؟ في ناس بسطاء، ناس مش مدركين ايه الاسباب وايه الدوافع ومين المحرضين لدول والكلام ده، فطبعا طبيعي يقول لك يا ريتنا فضلنا زي ما احنا. شوف يا استاذ عمرو، انا مصر محتاجه في هذا الظرف استدعاء فوري للقانون. تمام. وتطبيقه.
واذا كانت التشريعات عاجزه وانا شايفها مش عاجزه، فان عندنا في زي اللي انا عايز اقولها، لما تكون حضرتك نائب مجلس الشورى ولا تعضو مجلس الشورى وبتتكلم على تشريعات، طب دوركم فين؟ طب ما انا اصل انا يعني كل تشريعات العالم تقريبا في اي برلمان في العالم عما يكون من 90 ل 95% من التشريعات بتيجي من الحكومه. يعني بتيجي من الحكومه؟ طبعا في العالم كله الحكومه اللي بتقدم مشروع قانون، بتقدم مشروع واحنا بنناقش يعني انا قدمت في الدوره ديت عده مشروعات قوانين ناقشت في اللجان وما راحتش الجلسه العامه. ليه؟ لان الحكومه بتقدم تشريع فبياخد الاسبقيه، وبالتالي انا دوري ان الحكومه لو هي حاسه ان التشريع الحالي مش كافي للغرض المطلوب منه، اللي قصد يعني انا مش هقول لك تاني على البلطجه، ولكن احاسب البلطجي. يعني انا مش ممكن يقدر اسيبه يطلع كده بدون محاسبه. يعني الواضح ان كلام حضرتك بتقول ايه؟ بتقول ان انا ممكن اقدم تشريعات، حضرتك عضو في مجلس الشورى كاي عضو اخر ممكن يقدم برضه مشروع يرى ان المشروع ده ممكن يكافح مثلا ظاهره زي ظاهره البلطجه دي. طب مساله تفضيل مشروعات الحكومه او المشاريع اللي تتقدم بها الحكومه، ده ما خليناش نفكر في ان احنا يبقى لابد من وجود تنسيق ما بين الحكومه وما بين مجلس الشورى لتقديم مشروع مشترك ما بينهم؟ لا، ما هو غالبا اصل شوف ليه بتاع مشروع الحكومه ياخد الاسبقيه؟ لان الحكومه لها زي برلماني هيوافق على المشروع، لا اغلبيه، المفروض ان دي حكومه الاغلبيه. وبالتالي لما بتقدم مشروع قانون بياخد مسار، ولا المشروع قانون اللي بيقدمه العضو لازم يروح اول لجنه الاقتراحات والشكاوى، لو تم اجازته من لجنه الاقتراحات والشكاوى يطلع على اللجنه التشريعيه والدستوريه، لو تم اجازته بيطلع على الجلسه العامه، ومشروع الحكومه بيدخل على طول على اللجنه التشريعيه والدستوريه. وبعدين مشروع الحكومه فيه ميزه عن مشروعنا كعضو، مشروع الحكومه عنده جمهور برلماني، عنده اغلبيه، لما ينزل تحت المشروع في الجلسه العامه تحت هيلاقي على الاقل الاغلبيه هتأيده لان جاي من حكومتهم. دي اهميه التشريع. ومع ذلك ان انا مش عايز افعل ده كتير، انا محتاج ان الدوله تبقى عازمه وجاده في انها تنفذ القانون. قبل ما انتقل للاستاذ جمال العشري، انا عايز برضه في سؤال بيحضرني دلوقتي. شيء غريب جدا بصراحه ان انا اسمع من عضو مجلس الشورى قريب طلع وقال لك ان في قانون اعدته وزاره العدل، قانون لمكافحه ظاهره البلطجه، يناقش في مجلس الشورى خلال الايام المقبله، ويطلع وزير العدل بنفسه في احدى القنوات الفضائيه في مداخله تليفونيه ينكر هذا الكلام، يقول ما فيش مشروع احنا بنعمله ولا حاجه، ويرجع بعد كده وزير العدل يقول ربما تكون وزاره الداخليه بتعد مشروع لمكافحه البلطجه. طب الحقيقه فين؟ هل فعلا يعني في لان هو الاستاذ يعني انا هقول للاستاذ صبحي صالح، الاستاذ صبحي صالح طلع وقال ان في فعلا مشروع بيعد حاليا في وزاره العدل وهيقدم في الايام المقبله لمجلس الشورى، هل ده حصل ولا لسه ما جالكوش؟ ما هو الاستاذ صبحي صالح اصل هو قيادي في الحزب الحاكم، تمام، وبالتالي المفروض هو في المطبخ اللي بيجي هذا الكلام. لما يقول لي ان في كواليس وزاره العدل بيتم اعداد مشروع بقى هو صحيح، كلامه صحيح. ماشي كلامه صحيح. يعني انت قلت ان وزير العدل انكر. طب وزير العدل اصله اساسا يقول يطلع من الوزاره المعنيه، يطلع من الوزاره المعنيه وبعدين يطلع على وزاره العدل. نعم ده معانا الناشطه السياسيه الاستاذ سمر ممدوح. اهلا وسهلا. الو اهلا وسهلا بك. استاذ عمرو، ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا بيك، اتفضل. طبعا اولا انا بهني حضرتك يا استاذ عمرو دايما في انطلاق ونجاح. اشكرك. لان حضرتك طبعا يعني معروف بنجاحك وانطلاقك. اشكرك. وانا اتمنى لك النجاح التوفيق ان شاء الله. ربنا يخليكي. شوفي حضرتك يعني لو في سؤال عايزه تطرحيه او تعليق على موضوع الحلقه. موضوع الحلقه طبعا عن البلطجه، وطبعا العلاقه المباشره ما بينها وما بين الانفلات الامني. تمام. انا بس عايزه اوضح نقطه مبدئيا. يعني انا طبعا بهني ضيوف حضرتك نائب حزب الحريه والعداله عن مجلس الشعب ونائب مجلس الشورى. انا طبعا اولا واخيرا احنا كلنا مصريين، تمام، نتكلم عن هدف بلدنا محتاجه منا ايه. بعيدا عن دوت، يعني انا في سؤال بس بطرحه. ماشي، بس علي صوتك شويه. هل هو سؤال بيطرح نفسه، يعني مش بشكل مباشر. هل البلطجه او بالاحرى الانفلات الامني عارض ام مع سبق الاصرار والترصد؟ بمعنى هل معنى ذلك انها حاله اعتراضيه
عن أوضاع راهنة؟ هل الانفلات الأمني عن قصد أي عن عمد أم هي حالة من العصيان الأمني أم هي انقلاب على النظام؟ دي أسئلة بتطرح نفسها. تمام. بالنسبة للانفلات الأمني الغصب عنه في هذه الأحوال اللي احنا عايشين فيها. طبعا يعني أنا بثق في قانون البلطجة والاتجاهات المختلفة. حضرتك معايا طبعا؟ لا معاكي سامعك، اتفضل. احنا عايزين بس نحط ايدينا على العارض او على العوارض اللي بيحدث من خلاله هذا الانفلات الامني. يعني انا حتى بعد المداخله التليفونيه محتاجين حد من القيادات الداخليه يرد على هذه الاسئله، ان احنا فعلا محتاجين نعرف. يعني احنا دلوقتي في حاله صراع في اتجاهات مختلفه. يعني احنا هنقول البلطجه متفشيه في قطاعات مختلفه. يعني اذا كنا هنتكلم عن عدم الاعتداء بارواح الناس والسرقات المختلفة وحالات التحرش وجميع انواع البلطجة المتفشية في اتجاهات مختلفة، احنا محتاجين نعرف في ايه بيحصل. طبعا احنا لو هنتكلم على السياسة والاقتصاد والحالة والامن العام، طبعا ما في طبعا اوجه مختلفه لعمل مختلفه، لان الاقتصاد والامن العام هما وجهين لعمله واحده والسياسه افضل. ازاي انا هيبقى في استثمار عندي في بلدي في سياحه وفي سياسه مش صحيحه؟ سياسه غير صحيحه يترتب عليها انفلات امني. الانفلات الامني هل برضه يعني السؤال بيطرح نفسه، هل ذلك عارض ام مع سبق الاصرار والترصد؟ احنا لازم نبقى عارفين بيحصل ايه في بلدنا. طبعا بعيدا عن انا هرد عليكي في الجزئيه دي، بعيدا عن حاله الاسقاط السياسي المزمع عنه في جميع. طب يا سمر معلش استاذنك، بس انا هقول لك بس علق على الجزئيه دي. انت بتقولي انا عايز اعرف هو يعني الانفلات الامني ده او اعمال الشغب والعنف دي هل هو مع سبق الاصرار ولا لا؟ هو فعلا مع سبق الاصرار، بس السؤال اللي بيطرح نفسه هنا مين ورا ده؟ هي دي المشكله. وبعدين انا كنت عايز اسالك سؤال بقى مهم جدا باعتبارك انت ناشطه سياسيه، عشان برضه هناك اتهامات ايضا للنشطاء السياسيين بان هم بيكونوا احيانا وراء احداث العنف دي، فكلمينا هل انتوا فعلا لما تيجي تعبروا عن رايك، لما تحبي تعبروا عن رايك ده ليه علاقه بحاله العصيان الموجوده في الشارع دلوقتي؟ هل ده عصيان ايضا من جهه قطاع الامن الداخلي؟ وهل ذلك سيؤثر على قطاع الامن الخارجي؟ لاننا سنتحول فيما بعد الى يعني سوف يتحدث عنا الاخرون اننا في حاله عقبات داخليه، من الاحرى انهم يتدخلون في شؤوننا من حاله الانفلات الامن الداخلي. وهل ذلك سيؤثر على الامن الخارجي؟ تمام. فاحنا لو هنتكلم على قطاع الامن هنتكلم على قطاع السياسه وقطاع الاقتصاد وقطاع الاجتماع. فاحنا دلوقتي في جرس انذار بيحصل دلوقتي في حاله الانفلات الامني. احنا محتاجين رد مباشر من قطاع الداخليه، الامن الداخلي في الدوله. حد يتكلم، يعني لو حد يحصل فيه مداخله ويرد على اسئلتنا. الاسئله دي هي نفس بتسالها. ايه السؤال المحدد؟ السؤال المحدد ليك يا سيدي، ايه السؤال؟ حد بيقول مصر محتاجه ايه؟ مصالح البلاد ايه؟ الشعب المصري اتجاهنا احنا رايحين على فين؟ فطبعا اسئله كتيره مطروحه وفي حاله في تدخلات كتيره بتحصل. بصي طب استاذنك يا سمر، استاذنك بس انت معايا، استاذنك احنا بنتكلم عن الانفلات الامني. يعني ده طب انت سامعاني ولا لا يا سمر؟ سامعاني؟ الصوت واطي شويه يا استاذ عمرو، يعني شويه. نعم؟ الصوت واطي شويه. طب معلش طب انا بس حاجه بس اقولها لك، سؤال واحد في كلمه واحده جاوبين عليها. هل انت كناشطه سياسيه مع ام ضد استخدام العنف حتى لتحقيق مطالب معينه؟ مع ولا ضد؟ تحقيق مطالب معينه. ده تحقيق مطالب حتى ان كانت المطالب مشروعه على فكره. انا لا اشكك في مشروعيه مطالبكم. حضرتك كويس. اتفضلي يا فندم. انا لا اشكك في مشروعيه مطالبكم، انا بتكلم دلوقتي. طبعا الصوت بعيد شويه. طب ماشي، حاولي تسمعيني برضو كده، علوا الصوت يا جماعه شويه. انت دلوقتي لتحقيق مطالبكم حتى لو كانت المطالب دي مشروعه، مش هنتكلم. أيوة. انا ما بشككش فيها. هل انت مع
ام ضد استخدام العنف لتحقيق تلك المطالب؟ سؤال محدد عايز ضد العنف ضد المطالب المشروعة ايكوال بيساوي الانتهازية والفاشية والاحتكار. تمام. إذا كان صاحب الحق هو الشعب، فالشعب ده مش تظاهر، خلينا نتكلم بوضوح. تمام. الشعب ملوش أجندة، الشعب ملوش اتجاه سياسي، الشعب بيطالب مطالب مشروعة، عيش، حرية، عدالة اجتماعية. الشعب أساس الحكم ومصدر كل السلطات، وهذا منصوص عليه في الدستور. تمام. أنا شاركت في وضع الدستور، تمام، وكنت جوه مجلس الشورى وتعاملت مع حزب الحرية والعدالة وتعاملت مع أطياف كتيرة، وأنا من المشاركين في وضع الدستور. ليه ما نكملش على هذا المنوال؟ إن الشعب فعلا أساس الحكم ومصدر كل السلطات. يعني أنا شاركت في 3 أبواب: الهيئات العامة المستقلة ومكافحة الفساد والرقابة والهيئات الرقابية. طب احنا ليه مش عايزين؟ يعني الشعب اكيد يعني في عقد ما بينه وما بين السلطه الحاكمه اللي هو شريعه المتعاقدين. انا طبعا بشكرك جدا جدا يا سمر على المداخله الجميله بتاعتك دي، وهناخد تعليق الساده النواب معانا على مداخلتك الجميله دي. في اي كلمه تقوليها في دقيقه بالظبط عشان وقت الحلقه؟ طب خلاص اوكي، يبدو الخط اتقطع. طب في تعليق سيادتك يا فندم على الكلام ده؟ الحقيقه يعني بتتكلم كلام يعني مقبول ومنطقي، ان في حقوق مشروعه وفي حقوق للثوره، لكن هي بتتكلم عن هل الانفلات الامني ده عارض ام مع سبق الاصابه والترصد؟ احنا بنقول ان هو مع سبق الاصابه والترصد. تمام. لان الانفلات الامني لما حصل بعد الثوره كلنا عارفين مين اللي عمله. زي ما حسني مبارك قال يانا الفوضى، لما وقف في الخطاب بتاعه قال يانا يا ورايا الفوضى. فحبوا هم بقى بعصابته تورينا الفوضى على حقيقتها، وقعدوا يرهبوا المجتمع ويرهبوا الناس والعصابات والهجوم والكلام ده كله. بعد كده بدأوا يشتغلوا في الموضوع بطريقة على طريقة الاستمرار من أجل إسقاط البلد وتأخيرها، وإن الناس تندم على الأيام اللي فاتت، يقولوا إن هي كانت سودة بس كانت أحسن. لكن للأسف الشديد تترحموا على أيامهم يعني. لكن للأسف الشديد ما زال هناك من يغذي هذا الانفلات ويقويه من أجل تقويض دعائم الدولة. لكن احنا بنقول إن شاء الله إن احنا مصر إن شاء الله عمرها ما هتقع، مصر قوية ومصر محروسة بإذن الله سبحانه وتعالى. واحنا عندنا وزارة داخلية بنثق فيها ومحترمة. ان كانت محتاجة بعض التقويم من الداخل هي تقوم نفسها وعندها القدرة، لان احنا عندنا مؤسسات الدولة الحمد لله. ان كان عندنا برضو مشاكل في القضاء وبتتسبب في بعض الحاجات، لكن برضو القضاء قادر على ان هو يطور نفسه وينهض، وان شاء الله كلها عوارض في من تداعيات المرحله اللي احنا فيها والسيوله اللي احنا فيها. بعض العوارض بتظهر في كل المؤسسات، لكن من السهل ان شاء الله وكلنا متفائلين ان هي يعني هذه العوارض ستنتهي وستعود لنا مؤسسه القضاء شامخه، وستعود لنا مؤسسه الداخليه ان شاء الله قويه، وتنقضي هذه الظاهره، لان دائما الصالح هو الذي يبقى والطالح ينتهي. بالتاكيد. استاذ ماجد الشهابي، يعني كل واحد فينا بيدرك تماما اهميه جهاز الشرطه بالنسبه لنا كلنا، وقد ايه ان ما حدش يقدر يستغنى عنه، ولكن حتى بعد الانقلاب الثوري اللي حصل على جهاز الشرطه لتطهيرها من بعض او من العناصر الفاسده في الثوره، بنلاحظ بعد الثوره ان في استخدام للعنف، ان في بعض الناس اللي هم بيصفوا نفسهم ان هم ابرياء ان هم مستهدفين من قبل جهاز الشرطه. ايه تعليقك على الجزئيه دي؟ لا، ولا الشرطه كان مجني عليها. تمام. ولا سجاني على مدى ال 30 عام الماضيه. هي كانت الاداه اللي يستخدمها النظام في ترويع السياسيين والحزبيين وباقي المجتمع المصري. الشرفاء في المجتمع. فيعني هي انا مشفق عليها. حتى تعبير اللي هو تطهير الشرطه انا مش موافق عليه. لان في النهايه الناس على دين ملوكهم. لما تيجي قياده جديده ويبقى عندها رؤيه واضحه وعندها عزم اكيد على انها تقوم بدورها في حمايه الجبهه الداخليه ومطارده البلطجيه وتطبيق فوري للقانون، اعتقد كان من الممكن جدا يكون في نتائج افضل. فمساله سيادتك حاسس ان الثقه لسه ما رجعتش بين الشرطه؟ طبعا، لان فيه للاسف الشديد جهاز الشرطه كان مستهدف،
واسقاط الدوله المصريه اللي انت اتكلمت عنه في البدايه خالص في المقدمه بتاعتك كان مساعده في بعض القوى الاجنبيه. استاذ معلش في سؤال مهم بس معلش قبل ما تكمل الجزئيه دي عشان ده سؤال مهم جدا. ان احنا بنشوف ان في ضحايا من قوات الشرطه. يعني احنا مثلا قريب خالص كان في النقيب هشام طعمه، الراجل ده استشهد على يد بلطجيه، وهناك شهداء من الثوار، وهناك شهداء من المواطنين العاديين. طب في النهايه الناس عايزه تعرف مين ده؟ مين اللي ورا ده؟ شوف، لابد ان الكل الاول يجرم العنف. كل الاخوه السياسيين والنخبه المصريه اذا كانت بتعشق تراب هذا الوطن لابد من تجريم العنف. ومفيش حاجه اسمها مطالب مشروع بيستخدم العنف لتحقيقها. دي انا بشوفها نوع من انواع البلطجه، وبالتالي التظاهر السلمي مفيش حد يختلف عليه، لا مواثيق حقوق الانسان العالميه ولا الدستور الحالي ولا حتى الدستور على سبيل المعطل، بل ان ازاله نظام رئيس مبارك بالتظاهر السلمي وانحياز الجيش له، فمفيش حد يختلف على التظاهر السلمي. تحول لعنف بقى عمل عداء ضد المجتمع. لابد صاحب القانون يطبق عليه. أكيد. وانا الشرطه محتاجه تتسع قدر نفسها وثقه الجماهير بيها. واعتقد ان سيادتك بتقوله حاليا وقالته الاخت سمر ان المصريين كلهم في شوق لان يعود جهاز الامن مره اخرى. اكيد. احنا بنشوف ان جهاز الشرطه يتحمل فوق طاقه البشر. اكيد. يعني لما قطع طريق ده على منشاه، ما دور الشرطه انها تحمي هذه المنشاه. اكيد. ودور الشرطه انها تعيد الطريق علشان وانت حقك في التظاهر يتوقف عند ما لم يضر. ضريت ما بقاش حقك في التظاهر. لكن انا الشرطه محتاجين ان الكل يتكاتف معاها، كل الفرقاء اللي على الساحه السياسيه. وفي نفس الوقت مع شرط ان الشرطه لا تتجاوز القانون. في سؤال مهم، في قانون تستخدمه ضد الجميع. أكيد. وانا لو احنا في مصر استردينا هيبه الدوله والتطبيق الفوري والحاسم للقانون، كل الظواهر العربيه دي كلها هتختفي. طيب انا في سؤال مهم جدا، هو السؤال ده يخص الاستاذ جمال بس انا هطرحه على حضرتك الاول، وده الهدف، وانا عايز اعرف رؤيه الاحزاب الاخرى حوالين هذا السؤال. وهو ان هناك بعض الاتهامات لجماعه الاخوان المسلمين بان هم بيحاولوا، وهذه الاتهامات صدرت حتى اعلاميا. انا قرات عن بعض اعضاء مجلس الشورى اللي بيقولوا ان جماعه الاخوان المسلمين بيحاولوا ان هم يمرروا القوانين التي تقمع المتظاهرين، او مش تقمع المتظاهرين، المعارضه بمعنى اصح تقمع المعارضه. احنا مش هنخترع العجله. في كل برلمانات العالم الاغلبيه بتحكم. انا راجل معارض طول عمري، معارض في ايام الرئيس السابق مبارك، ومعارض حاليا في عهد الرئيس محمد مرسي. ومواقف مجلس الشورى ما حدش يقدر يزايد عليها لا قبل ولا بعد. ومع ذلك انا عارف كويس قوي علينا ان نجتهد، علينا ان انا اقاوم التشعب اللي بيجيني من الحكومه واقدم تعديلات في كل مواد جايه من الحكومه، وفي النهايه على القرار الاغلبيه. هي ديت الديمقراطيه في العالم. ومع ذلك انا عايز اقول لك ودي امانه، وانا اكثر المعارضين في مجلس الشورى للحريه والعداله وللحكومه. وقانون الانتخاب بتاع مجلس الشعب وقانون تنظيم ومباشره الحقوق السياسيه وقانون تقسيم الدوائر جنه انا قدمت فيها تعديلات كلها. تمام. يعني مجموعه 18 تعديل انا قدمت 36 تعديل، لان لما بيجي لك القانون بتعديلات من الحكومه بمواد انت ممكن تفتح بطن القانون وتعدل في مواد اخرى. انا عايز اقول لك ان اتاخد من التعديلات اللي قدمتها ما يقرب من 8 تعديلات. من التعديلات حضرتك انا خدتها قعدت اجاهد مع الحريه والعداله ومع الدكتور عصام العريان، وفي النهايه التصويت كان لصالح تعديلاتي. تمام. وده اقول لك ايه؟ ده يقول لك مساله ايه؟ ان فيه نوع من التفاعل بين المعارضه والاغلبيه وبنتخانق مع بعض وصوتنا يعلو، وفي النهايه بيعلي المصلحه وعمليا يا استاذ نجم التشريع. انا سعيد جدا النهارده حتى ان يعني المجلس ده يعني ده اكبر دليل ان في وجود ديمقراطيه النهارده، اقول لك ان في معارضه وفي طبعا المواد اللي انا احرجت فيها الدكتور عصام ان احنا زمان قعدنا على مدى 30 سنه. احد مطالب المجاهد الكبير ابراهيم شكري رئيس حزب العمل رحمه الله ان الناخب يمضي قدام اسمه، وان يا اخوانا خلونا يبقى لنا حارس على كل صندوق. تمام. يعني ايه يبقى لنا مندوب على كل صندوق؟ لان الشرط كان النظام السابق كان مصر عليه لازم مندوب الحزب او المرشح في اللجنه الفرعيه يكون مقيد في اللجنه الفرعيه. تمام. انا في لجان كتير متطرفه ما بقاش فيها حد مقيد فيها، وبالتالي بتقعد بياخد هذا الصندوق بدون حارس. في القانون الاخير ده
القانون الاخير ده تم التعديل فيه، حضرتك تقدمت تمام. وتم الموافقه عليه، بس اصبح المندوب اتطبق مقيد في الدائره كلها. اتطبق طبعا. الانتخابات اللي فاتت. وانا عايز اقول لك حاجه، اتفضل يا فندم. انا كل قوانين الانتخاب ده انا كنت مسؤول في حزب العمل، امين عام مساعد الحزب ومن لجنه الانتخابات واللي بقود الانتخابات من 87. القانون اللي طلع ده هو افضل قانون انتخابات جه في مصر، اللي هو الاخير ده. طبعا. تمام. اولا زمان ما كانش اللي بيغير انتمائه الحزبي في حساب له. طب هنتكلم عن قانون الانتخابات ده. لا هنتكلم فيه. طب اتفضل يا فندم. معانا تليفون بس. اتفضل يا فندم. كان زمان اللي يغير انتمائه الحزبي ما كانش بيفقد عضويته، بدليل الحزب الوطني عمره ما خد الاغلبيه 30%، وليه من المستقلين ياخد الاغلبيه. في القانون ده اللي يغير انتمائه الحزبي او كونه مستقل تسقط عضويته. ده في القانون الجديد. امال ايه؟ تمام تمام. وكذلك النقطه اللي خاصه بان المندوب بقى ليك حارس، انا مش محتاج بقى حتى الشفق قضيه لو غاب، ما انا بقى عندك حارس. طب ناخد التليفون بس يا فندم، انا هاخد تعليق حضرتك دلوقتي. الو، معانا مدام اسماء. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ عمرو؟ يا اهلا وسهلا بيكي. ممكن اشارك مع حضرتك في البرنامج؟ اتفضلي يا فندم، اتفضلي. انا عاجبني الموضوع جدا بتاع حضرتك، وحضرتك طرحت علينا موضوع مهم جدا جدا، وبشكر ضيوف البرنامج، وبتمنى من حضرتك زي ما حضرتك طرحت علينا المشكله ديت ان يكون في حل جيد. ان انا احاول احل المشكله ديت من خلال جهات الامن، وان يكون في خط ساخن للموضوع دوت. انا بحيث ان انا لو تعرضت لاي حاله بلطجه في الشارع او في البيت او في مكان عملي، ان انا يكون معايا خط اتصل بجهات الامن ديت، ان يكون في حل بقى، يكون في تعاون بيننا، ومش شرط ان انا اتعرض بقى للموضوع دوت. ده انا لو لقيت حد مثلا اتعرض للموضوع ده، مجرد ان انا اتصل الاقي فيه اهتمام. ولازم كلنا نتعاون مع بعض في الموضوع دوت عشان الامن والامان يرجع لمصر تاني، لان احنا غالبا كل ربة اسره او موظفه بتبقى خارجه في الشارع خايفه انها تتعرض لحاله بلطجه، سواء كان سرقه سواء. وهو ده السبب في ان احنا فتحنا الموضوع ده النهارده. مدام اسماء، في اي سؤال تحب تطرحيه على الاستاذ جمال العشري القيادي في جماعه الاخوان المسلمين؟ انا طالبه من ضيوف حضرتك الكرام التعاون مع جهات الامن ديت من خلال يعني وضع كل واحد في عمله. اقدر ازاي اتعاون مع جهات الامن ديت، واقدر اتعامل مع الجمهور ازاي، انا اساعد اقدم. يعني يا ريت كل واحد في مجال عمله يقدم لي المساعده، او يقدم لكل مواطن في مصر المساعده، بحيث ان احنا نحاول نقضي على البلطجه الموجوده دلوقتي في البلد. اشكرك جدا على المداخله الجميله دي، عشان احنا قدامنا 5 دقائق في الحلقه فاضله. انا يهمني في اسئله مهمه جدا اسئله على ضيوفي الاعزاء. استاذ جمال العشري، احنا عايزين نعرف دلوقتي بالنسبه للانتخابات المقبله دي، طبعا حضرتك اتفضل انا اسف. اتفضل. الحقيقه استاذ ناجي قال كلمه كويسه قوي، قال ان احنا في الاغلبيه في المجلس هي اللي بتحكم، لكن انا غيرت 8 اقتراحات وعملت 8 تعديلات واستجابت الاغلبيه. اذا الاغلبيه ليست اغلبيه انتهازيه ولا تحقق ما تريد، ولكن في اطار المصلحه العامه بتتنازل الاغلبيه للاقليه عن حقها. وده مثال جيد للديمقراطيه اللي هي المفروض ان المعارض بيشارك من اجل تصحيح المسار من اجل المصلحه العامه، وده اللي عمله الاستاذ ناجي واستجابت ليه الاغلبيه. احنا بقى اخواننا اللي في الشارع اللي هم قاعدين في الشارع دول وعمالين يحطوا شروط وعمالين يخربوا في البلد ويهدموا في البلد، ونقول لهم تعالوا الى كلمه سواء، نقعد نتحاور ونشوف مصلحه البلد. للاسف الشديد اتضحت الحقيقه ان هم مش عايزين مصلحه البلد، هم عايزين مصلحه نفسهم، عايزين انتخابات رئاسيه مبكره، عايزين يتنافسوا لنفسهم مش لمصلحه هذا الشعب. نعم. طيب استاذ ناجي الشهابي، دلوقتي في ظاهره طالعه جديد، وهي فكره موضوع الانتخابات الرئاسيه المبكره دي انتحار للدوله المصريه. نعم. لان في النهايه اليات الديمقراطيه معروفه، ان عندك الرئيس بينتخب بنهايه مدته، وانت بتمارس معارضتك له من خلال المجالس النيابيه. نعم. ولو تم اسقاط الرئيس مش هيعيش رئيس. لا يا فندم، بص انا احب اوضح لحضرتك حاجه، وبالتالي ده لازم يوضح المشاهد احمر.
بص يا فندم، احنا يعني انا بنادي الساده المشاهدين برضو الحاجه ان احنا في يعني في حوارنا النهارده ده لا نسعى اطلاقا لاسقاط الرئيس ولا نسعى بل بالعكس. وعلى فكره وليس معنى ذلك ان انا مشاهد او مختلف مع نوضح للمشاهد ماشي يا فندم، لانه اليد الديمقراطيه معروفه. ماشي، بس انا مش عايز الساده المشاهدين يتخيلوا ان انا مثلا بتفق مع الرئيس او بختلف معاه. انا هنا من موقعي هذا انا رجل مهني جدا، اتكلم منتهى المهنيه والحياديه ولا اعبر عن رايي اطلاقا. فانا لا اقول انا متفق ولا مش متفق، ولكن هقول ان انا رغم ده كل رغم كده لن اسعى لاسقاط الرئيس. ليه؟ لسبب، حتى لو الرئيس لم يحقق طموح الشعب المصري هناك طريق مشروع لتغيير الرئيس، طريق محدد. فهو ده اللي بنادي بيه عن طريق الطريق. انا عايز اقول حاجه، يعني سيدنا مولانا الشيخ شاوي قال لك ايه؟ اتفضل. السائل الحق الذي يصول لكي يقضي على الفساد ثم يأدأ لكي يبني الامجاد. يعني محتاجين في الهدوء عشان نقدر نبني بلدنا. تمام. عندك حاليا الاحتياطي الدولاري بتاعك تآكل وصل ل 13 مليار دولار، يقضوك شهر ولا اتنين. 3600 مصنع مقفولين. انت معتمد على الخارج في الغذاء. محتاجين عمل ضخم جدا عشان نستكمل بيه اهداف الثوره، وده محتاج هدوء. انا لما قلت ان اسقاط الرئيس يعني انتحار الدوله المصريه، لان ده الهدف الامر صهيوني. هم اساسا الفوضى الخلاقه وثوره الجياع وخريطه جديده للشرق الاوسط، دي كلها اهداف امريكيه صهيونيه. تمام. وبالتالي المال اللي جاي من الخارج بيعبث في الداخل بيصل المليارات. طب احنا عايزين كنا حريصين على المصلحه الوطنيه. انا ارجو انك توصلني في مقاطعتك. انا لا اتعمد مقاطعتك لسبب، انا حريص جدا ان انا اسال حضراتكم بعض الاسئله قبل ما تنتهي الحلقه، ده سبب مقاطعتي مش اكتر. لا اتفضل. فانا طبعا مع احترامي، وطبعا حضرتك قيمه كبيره جدا جدا جدا، والاستاذ جمال عشري كذلك. انا بس عايزين نعلي المصلحه الوطنيه في كل استرافاتنا. في ظاهره طالعه جديد وهي ظاهره قتل البلطجيه على يد مواطنين، راي حضرتك فيها ايه؟ لا انا ضد العنف بكل وسائله، حتى لو كان ضد بلطجي. انا محتاج انقبض على بلطجي واقدمه للمحكمه من خلال القانون. التشريع مش كافي، اروح للمجلس التشريعي اللي معاه اختصاص مجلس الشعب اللي هو مجلس الشورى، واقدمه تغليظ في العقوبه. احنا محتاجين نستعيد دوله القانون، ودم المصري على المصري حرام سواء كان بلطجي او سائق. استاذ جمال القانون هو اللي يقتص. استاذ جمال عشري، كيف يمكننا تفعيل القانون؟ يمكن تفعيل القانون عن طريق القضاء، وان الشرطه تقوم بدورها في اطار القانون علشان تختفي الظاهره الخطيره اللي حضرتك بتقولها، ان الناس تقتل البلطجي. ده معناه انهيار المجتمع والدخول في حروب اهليه والدخول في شريعه الغاب، وان كل واحد ياخد حقه بايده. ده معناه تدمير بنية المجتمع واخلاق المجتمع وسلوك المجتمع، وده ان شاء الله لا نتمناه ولن يكون ان شاء الله. طب بالنسبه للانتخابات المقبله، الانتخابات البرلمانيه المقبله، الناس برضو يعني ما زالت متخوفه لا يحصل اي احداث. كل مره حضرتك يا استاذ عمرو بنسمع ما حدش يروح الانتخابات احسن هيحصل وبنلاقي في النهايه انتخابات بيؤديها الشعب المصري بطريقه حضاريه منقطعه النظير بتبهر العالم. في كل الانتخابات اللي فاتت استفتاءين وثلاث انتخابات اداء مشرف وعالمي ومبهر لكل العالم. تمام. استاذ نادي الشبابي، دلوقتي بالنسبه للشرطه الناس برضه متخوفه، يقول لك لو حصل احداث عنف، سواء بقى مصدر الاحداث دي مين من المحرضين مش مشكله، المهم تحصل احداث عنف، ان الشرطه اصبحت سلبيه دلوقتي، متخوفه من مواجهه الناس حتى لا يقال ان هي بتقمع متظاهرين. راي حضرتك في الجزئيه دي سريعا؟ لا الشرطه كانت من شهرين كانت سلبيه. تمام. الشرطه حاليا بدات تستعيد ثقتها بنفسها. بس رجل الامن في الشارع دلوقتي، المواطن بينزل الشارع بالليل ما بيشوفش رجل الامن في الشارع. لا يعني احنا اولا مصر امنه، احنا مش عايزين برضه ننزل لمصر ولا خارج مصر، ما كناش نمشي في الشارع وامنه. دي حوادث فرديه، يعني البلطجه في مصر البلطجه ليست حوادث فرديه. لو بصيت هتلاقي هي ليست فرديه، لان هي 10 مليون قضيه بلطجه، مش معناها ان لا يعني انا مع الاستاذ ناجي. مصر امنه، واللي بيحصل دي احداث مفتعله. يعني احنا شفنا كام حادثه قطر حصلت في اسبوع ما حصلتش في تاريخ مصر. ليه؟ لان كان مترتب وفي كان قنوات بعينها عند الحادثه القطر تحصل في البدرشين جنبيها القناه. تمام. هي نفس القناه جابت اعلانات عن الحادثه بتاعت المنصوره والشرقيه والقاهره وهكذا. لا احنا مش عايزين نوصل لهذا الامر يعني علشان ما يحصلش خلل في المجتمع. يعني بصفه عامه الوضع الامني في مصر متوسط. تمام. في بلطجيه او في بلطجيه. بتواجه البلطجيه ازاي؟ بالقانون.
بالقول. انما ما اقدرش اقول ان مصر فيها اضطراب امني او فيها انفلات امني لا فيها كبير. انفلات امني. لم يصل لدرجه لا لم يصل لدرجه الدول، لكن هو بتروح بيتك امن، وانا بمشي في الشارع برجع بيتي 2 بالليل امن. يا فندم انت كثيرين من الناس بيمشوا امن. لا هناك ناس غير امنين. لا انا بقول لك المشاهد بيشوف يعني اقول لك حاجه، هو المشاهد نفسه هو بيروح بيته كل يوم. لا ما المشاهد نفسه بيروح بيته يا فندم. اقول لحضرتك على حاجه، معلش الناس المواطن دلوقتي بيتابعنا ما نقدرش نقول للمواطن انت بتروح بيتك امن. ما فيش قضايا بلطجه، ده في قضايا بلطجه في واضح النهارده يا سيدي في حالات بلطجه حاله ولا اثنين في واضح النهارده، بس ظاهره في امريكا بيحصل. انت ما تقدرش تمشي في امريكا بعد 19 بالليل ومحضروك انك بتمشي لوحدك. طيب يعني انا مش قصدي احنا بلد محتاجين يعني يجي لنا سياح، محتاجين صوتنا يتحرك، احنا محتاجين نقول للمواطن المصري خليك ايجابي. تمام. وانا شايف ان ده يبقى ايجابي وشرطه ايضا ايجابيه، بس عايز الايجابيه ايجابيه المواطن. انا هذه الايجابيه تكون ايه؟ من خلال التطبيق الفوري. استاذ جمال العشري انا بقول من صوتي، انا عايز كلمه واحده ناجي، ولكن عايز اقول لحضرتك ان برضه احنا محتاجين الشرطه تتحرك. الشرطه بقى دورها ايجابي وفعال وحاسين بيه والمواطن حاسس بيه. النهارده بنسمع استرداد سيارات مسروقه وبنسمع القبض على المواطن لكن في افضل. انا عايز اقول لهم ان الدور بقى جيد لكن في افضل. هذا الجيد عايزين كلمه اخيره توجهها للشعب المصري كله اللي بيتفرج علينا النهارده كممثل لحزب الحريه والعداله، كاحد المرشحين ان شاء الله في الانتخابات المقبله، ان في بعض حتى الاقاويل ايه ان لا احنا انتخبناهم مره مش عارف ايه. تقول ايه للشعب المصري كما تريد ان تقول او كما تشاء؟ انا عايز اتفضل. ان شاء الله مصر ستنطلق الى الافضل ان شاء الله، والايام اللي جايه احسن، وعجله الانتاج تسير والبلد تستقر، وان شاء الله نكمل مؤسسات الدوله والدوله تنطلق وتتحرك، ومصر دايما عامره بالخير ان شاء الله، وان شاء الله ستكون افضل. استاذ ناجي الشهابي برضو كلمه اخيره توجهها. كما اقول الانتخابات النيابيه المقبله انتخابات مفصليه في تاريخ مصر. تمام. يعني ممكن جدا تقف على الستاره وتختار الحزب انت عايزه. اذا كنت غير راضي عن حزب الحريه والعداله فعندك احزاب اخرى يعني ممكن ان تعطيها اصواتها. خروجك من بيتك وذهابك انت واسرتك لاداء واجبك الانتخابي ده علامه من علامات الديمقراطيه المصريه، واعتقد ان مصر لن تنهض الا بمشاركه كل ابنائها. يعني كل واحد يا استاذ جمال هيروح يقول رايه بمنتهى الامان ويكون امن. اكيد طبعا، وحصل قبل كده 4 مرات 5 مرات كل واحد قال رايه ولم نرى ملاحظات غير ما سمعنا. لا يعني لا تنظر للمزايدات اللي بتحصل والكلام اللي بيحصل اللي ملوش اصل على الارض. في ثانيه واحده بالظبط لو حصل اي قضيه بلطجه عليهم وهم رايحين ينتخبوا او حتى بعيد عن الانتخابات يلجأوا لمين؟ يلجأوا في امن وفي جيش بينزل بيحمي العمليه الانتخابيه وفي امن، ولم نشاهد. احنا لا نريد ان نروج لشيء غير موجود حتى لا نرهب الناس. الناس خرجت مرات وقعدوا في اللجان للساعه 12 بالليل والساعه 1 بالليل وروحوا امنين وما حصلتش اي مشكله امنيه. كانت سيدات اللي واقفه كمان. تمام تمام. طب عامه انا في نهايه لقائي النهارده طبعا موضوع البلطجه ده محتاج حلقات وحلقات للحديث فيه، بس انا طبعا يعني احب ان انا انادي الشعب المصري كله، لان احنا لازم نفكر، لازم نشغل مخنا، لازم نعرف ان العدو الحقيقي هو اللي بيحاول ان هو يكرهنا في بعض ويشككنا في بعض. العدو الحقيقي هو اللي بيحاول ان هو يعني هو اللي يحكمنا، مش احنا اللي بنحكم بعضنا مننا فينا. فكرة انا سواء متفق او مختلف مع نظام الحكم القائم في مصر، انا لا يمكن ان اعبر عن رايي هنا، ولكن كفكره عامه نظام اللي بيشكك في الاسلام وفي ان الاسلام يحكمنا، انا طبعا ضد هذا النظام، وليس معنى ده ان انا مع او ضد حزب الحريه والعداله على الاطلاق. انا بتكلم في فكره الاسلام يحكمنا، ده بالعكس ده شيء احنا كلنا لابد ان نسعد به، لان الاسلام هو اللي بينادي بالحريه واللي بينادي بالحب، وهو اللي بينادي بان احنا كلنا نخاف على بعض ونحب بعض. انا بحب في نهايه لقائي ده ان انا اشكر ضيوفي الاعزاء الاستاذ جمال العشري عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحريه والعداله والقيادي في جماعه الاخوان المسلمين. اشكرك يا فندم، وبشكر استاذنا الاستاذ ناجي الشهابي. بس الاسلام لم يعرف الدوله الدينيه.
الاسلام يعرف الدوله المدنيه الديمقراطيه الحديثه. الدوله المدنيه انا لا انا ما اقصدش يا فندم بان احنا يعني تكون الدوله دينيه، ما اقصدش كده، انا اقصد ان يحكمنا ناس بيعرفوا ربنا. دوله مدنيه بمرجعيه اسلاميه بالظبط كده. دوله يعني مش هتكلم برضه مرجعيه اسلاميه دي برضه يعني تبقى لها حلقات ثانيه. احنا بنتكلم الناس يعرفوا ربنا والناس ان هم انا بتكلم على فكره لا اقصد حزب الحريه والعداله، انا بتكلم على الشعب بشكل عام. بشكر الاستاذ ناجي الشهابي عضو مجلس الشورى ورئيس حزب الجيل الديمقراطي. بشكرك يا فندم. بشكركم وبشكركم اعزائي المشاهدين، والى لقاء اخر ان شاء الله مع موضوع جديد وقضيه جديده. شكرا والى اللقاء. شكرا.